ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ واهلا بيكم مرة تانية في شرح جديد على قناتنا فكر تكنولوجي. مين منا فكر في يوم هيحصل ايه لو موبايل اتسرق او ضاع لا قدر الله؟ طب لو اتسرق ممكن اجيبه ولا خلاص كده؟ طب المعلومات والصور الشخصية اللي عليه مصيرها ايه؟ طب هل ممكن اعرف مكان تواجد موبايلي؟ في شرح النهاردة يا جماعة هنجاوب على كل الاسئلة دي، ونعرف ازاي نقدر نحدد مكان تليفوننا على الخريطة، وكمان ازاي نقدر نتحكم فيه عن بعد ونحذف كل اللي عليه من معلومات. يلا بينا نبدأ الشرح. اولا يا جماعة، علشان خاطر نقدر نفعل خدمة تعقب الهاتف في هواتف سامسونج على وجه الخصوص، لازم الاول نخش على الضبط نفعل الخاصية ديت. اولا بنخش على الضبط، بنختار عام او جنرال. بعد كده بنخش على كلمة الحماية او security. بنلاقي في الناحية الشمال، أو إذا كان هاتفك باللغة الإنجليزية بشكل عمودي أو أفقي، بنلاقي كلمة اسمها مسؤولو الأجهزة. بنضغط عليها بيظهر لنا مجموعة من البرامج، منها وأهمها مدير جهاز أندرويد، وده اللي بيسمح لك إنك تقدر تتعقب جهازك من خلال جهاز آخر، وتقدر تحدد مكانه وتتحكم فيه عن بعد. بنضغط على مدير جهاز الأندرويد وبنعمل تفعيل. طبعا عشان أنا عاملها فظاهر عندي كلمة إلغاء تفعيل، وبتعرف إذا كانت فعلت ولا لأ مربع علامة الصح. طبعا هتختلف الطريقة من جهاز سامسونج لآخر من ناحية التفعيل، وبكده يكون التفعيل تم على خدمة جوجل لتعقب الهاتف. بالنسبة لخدمة سامسونج لتعقب الهاتف اللي هي Find My Mobile من سامسونج، ودي طريقتها كالآتي. نرجع مرة تانية للحماية أو security. بنلاقي خيار عندنا اسمه بحث عن هاتف المحمول، أو لو كان تليفونك باللغة الإنجليزية فهيكون Search for Mobile Phone. هنلاقي أدوات التحكم عن بعد، هنلاقيها لو دخلنا عليها بيطلب منك السامسونج اكاونت او حساب سامسونج. بعد ما بتدخل حساب سامسونج الخاص بيك وبتكتب الباسورد وتعمل تأكيد، بيظهر لك اللوحة دي، واللي فيها هو بيشرح لك، بيقول لك إن مقدمة حول أدوات التحكم عن بعد. تحديد موقع جهازك المفقود باستخدام ميزة بحث عن هاتف المحمول. قم بزيارة findmymobilesamsung.com، وده الموقع اللي هنخش عن طريقه هنقدر نحدد مكان هاتفنا، وكمان نقدر نتحكم فيه عن بعد سواء بالرنين او بمسح بياناته او اقفال الهاتف. بندوس على كلمة موافق او اوكي، وهنا بيظهر الحساب وبتعلم على خدمة تحديد الموقع من جوجل، وبكده تكون فعلت خدمة تحديد موقع هاتفك عن طريق جوجل وسامسونج. بعد كده بنقدر من خلال المتصفح سواء على جهاز الكمبيوتر أو حتى من خلال الموبايل تقدر تخش على موقع، سواء لو تليفونك سامسونج بتقدر تخش على موقع Find My Mobile سامسونج، أو تقدر برضو عن طريق خدمة جوجل اللي هو البحث عن الهاتف.
بتفتح المتصفح. بعد فتحه بتخش على findmymobilesamsung.com، ومن خلال الموقع ده تقدر تحدد مكان تليفونك المسروق او الضايع، وتقدر كمان انك تتحكم في مسح تليفونك او قفله، يعني اغلاقه. وده بالنسبة لهواتف سامسونج. اول حاجة بيظهر الموقع بالشكل دوت، بندوس على كلمة سينجين، وده عشان تدخل ايميلك السامسونج عشان يقدر اللي انت ايميلك السامسونج الموجود او اللي متسجل على تليفونك. بندخل الايميل. بعد لما بتدخل الايميل بندوس على كلمة سينجين، بيظهر لك هنا مجموعة من البيانات الاتفاقية والحاجات دي كلها. بندوس علامة صح هنا وعلامة صح هنا وندوس confirm. بعدها الموقع بينقلك مباشرة للوحة التحكم، وهنا بيظهر مكان الموبايل، وبيظهر هنا رينج ماي موبايل درايف يعني رن على هاتفك، لوك ماي درايف يعني هتقفل الهاتف، ويب ماي درايف يعني هتمسح الحاجات اللي على الهاتف، في مور دي انلوك ماي درايف برضو دي اغلاق للهاتف، في اغلاق تام وفي مجرد قفل بس الهاتف. وهنا نسبة البطارية بتبقى موجودة. بتحدد مكان الهاتف وتقدر بعد كده تبحث اذا كان الهاتف مسروق او ضايع منك، تقدر تحدد مكانه. وده كان بالنسبة لخدمة سامسونج لإيجاد موقع الهاتف والتحكم فيه عن بعد. بالنسبة بقى لخدمات جوجل، بندخل على موقع تاني، وهسيب لكم كل روابط المواقع دي أو الموقعين دول في الديسكريبشن أسفل الفيديو. ننتقل لطريقة البحث من خلال جوجل. بعد ما بتسجل في متصفح جوجل كروم وبالأخص على خدمات جوجل، بعد ما بتدخل ايميلك الجيميل اللي انت برضو تكون مسجله على الهاتف المفقود او الضايع، تقدر تخش على خدمة العثور على هاتفك، ومنها طبعا عشان الهاتف متسجل بيبان الاسم بتاعه وهو مكانه فين بالظبط. بتخش على اسم الهاتف بتاعك اللي متسجل. بمجرد الدخول عليه بيطلب منك تأكيد ايميلك مرة تانية، تعمل تسجيل او دخول. وهنا بيظهر مجموعة من ادوات التحكم، ومنها اصدار رنين وتحديد الموقع. اصدار رنين ده انك لو عايز تطلع صوت للموبايل في حالة لو هو ضايع بعيد عنك وانت عايز تعرف هو موجود فين. في قفل الهاتف، في محاولة الاتصال بالهاتف، تسجيل خروج من الهاتف، ننصحك بمحو بيانات جهازك اللي هو بقى ايه، يعني تحكم كمان اكثر من اللي موجود في ايه في سامسونج. لو دخلنا مثلا على تحديد الموقع بينقلنا مباشرة الى الخريطة، ومنها بيحدد الموقع، وفي نفس الوقت بيظهر لك مجموعة من أدوات التحكم زي الرنين، قفل، محو بيانات. محو بيانات هيمسح بيانات الهاتف كلها أو هيقفل الهاتف أو الرنين على الهاتف لو حبيت ترن على تليفونك. وده كان بالنسبة للطريقة أو طريقة مدير جهاز أندرويد اللي هي موجودة في معظم هواتف الأندرويد اللي طبعا من شركة جوجل واللي بتدعم الخاصية ديت. وبكده يكون شرحنا انتهى. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. دمتم في سلام الله.